طبعًا سمعنا مع بعض صوت القرمشة، إحنا دلوقتي هنعمل مع بعض ب2 بس من البطاطس، هنعمل كل الكمية دي، يالّا بينا بسرعة علشان نعمل أجمل شيبسي. أول حاجة جبت البطاطس وقشرتها، وبعد كده أنا حطيتها بس في مَيّة قدامكم علشان خاطر ما تسودش مننا، وبعد كده جبت بتاعة البطاطس دي، لو ما عندناش دي ممكن نعمل بإيدينا بس طبعًا هتاخد معانا وقت، ولو ممكن كمان بالمبشرة. تمام. أهم حاجة إحنا عايزينه يكون رفيع زي ما إحنا شايفين دلوقتي، يبقى شفاف كده خالص. بعد ما هاعمل كده على طول هاجيب كمان البطاطساية التانية واخلصها، هاجيب دلوقتي احطها في بلاستيكة وكمان او بولة، واحطها تحت المية على طول لحد ما الاقي المية شفاف زي ما احنا شايفين كده. نزلت كل المية النشا. عندك اختيارين، تعملي زي ما أنا عملت كده بمَيّة سخنة وتحطيها في البولة وتحطي الملح والخل وتغطيها، أو إنِّك تحطيها على البوتاجاز لمدة دقيقة. بصراحة أنا ما حطيتهاش على البوتاجاز، ومجرد ما حطيت المَيّة السخنة فيها وحطيت الملح وحطيت كمان الخل، لقيت إن خلاص مش محتاج إن أنا أحطها على النار، ولقيت إن فعلًا زي ما هنشوف دلوقتي ما احتجتش خالص إن أنا أحطها على النار. أنا حطيت معلقة من الملح، حطيت حوالي أقل من ربع كوباية من الخل، وبعد كده قلبتهم تقليبة عادية خالص. وهنشوف دلوقتي يعتبر نقدر نقول إن هي خلاص استوت معانا، ما حطيتهاش على النار، مش محتاجين إن إحنا نحطها على النار علشان هي شفافة كانت معانا لمّا قطعناها. بصوا بقت شفافة إزاي، يعني خلاص هي كده نقدر نقول إن هي مش هتشرب معانا كمان زيت، أكنها بالضبط مسلوقة. بصوا 2 مع بعض ظاهرين إن هُم كانوا 2 مع بعض، ولمّا شِلت واحدة بقت شفافة. بعد ما خلاص قلبتها هاغطي عليها بس الغطا علشان مجرد ما أجيب الطاسة وأحط النار والاقي الزيت معايا سخن. ما حطيتهاش اكتر من 3 دقايق متغطيه في الميه السخنه. جبت طاسه حطيت فيها زيت كتير وكمان سخن جدا، مش بنوطي النار، لا احنا عايزين الزيت يكون سخن، مجرد ما بنحطها بتطلع لفوق على طول بتحمر معانا بسرعه جدا. يعني بصوا اللون شفاف جدا، اللون خلاص هي كده استوت. تمام زي ما إحنا شايفين ومقرمشة، يعني ممكن هتقعد معاكِ لو تقعد 3، 4 أو 5 ساعات كمان الشيبس ده ما يتاكلش، هتلاقيها مقرمشة مش هيندّي خالص. الطريقة دي بأمانة لو أنتِ جربتيها صح، هتلاقي نفسِك إن أنتِ مش هتحتاجي أبدًا تشتري شيبسي ليكِ أو للأولاد. تمام. بعد ما خلصت حطيتها بس أنا كده على الشبكة، ولكن لو أنتِ عايزة تحطيها كمان في طبق عادي حطيها. بس، وبكده خلصت وصفتنا، وزي ما إحنا شايفين اللون والقرمشة وكمان الطعم. عايزة بقى تحطي أطعمة، أي أطعمة عندِك حابة تحطيها حطيها، كمان ممكن تحطي الأطعمة في المَيّة، يعني زي ما حطيت الملح والخل ممكن تحطي ملح وليمون أو شطة وليمون أو تحطي كاتشب، تحطي أي أطعمة من عندِك في المَيّة. تمام. وبعد كده هتحطيها في الزيت، هتلاقيها برضو أخدت نفس الأطعمة زي ما حطينا خل وملح في الشيبسي ده، وأخد نفس الطعم بتاعه. وممكن كمان تحطي الأطعمة من بره. وبكده خلاص خلصت وصفتنا، ويا رب تكون عجبتكم، ونتقابل إن شاء الله في وصفة جديدة في أكلة بمزاج مع توتة. بس يا ريت ما ننساش نشترك في القناة، وأتمنى تقولولي إيه رأيكم.